يعطيكم العافية. اليوم وصفتنا إن شاء الله حتكون كبة بصينية. رح نعملها سوا بدون ماكينة. تابعوا معي خطوة بخطوة. لايك للفيديو، متابعة للصفحة ليصلكم كل وصفاتي. يلا نبلش طريقة العمل. بالبداية لعجينة الكبة بحتاج لكوبين من البرغل الناعم، كوب من البرغل الأشقر، كوب من البرغل الأسمر. رح أعمل كمية قليلة. رح أضيف كوبين من المي السخنة. رح أتركها تقريبا لمدة 40 دقيقة لتتفتح معنا البرغلات، تتشرب كل المي. بسكر عليها، بتركها على الجنب. رح نعمل الحشوة. بحتاج لملعقة من السمنة، بدوب بالسمنة، سمنة أو زيت ما بتفرق. بحتاج ل400 جرام من اللحمة، لحم غنم. فيكن تستخدموا لحم بقر. بعد ما تحمص عندي اللحمة بضيف بصلتين مقطعتهم، ملعقة صغيرة من الملح، نص ملعقة من الفلفل الأسود. متابعيني الحلوين، أتمنى تتابعوني على قناة اليوتيوب، تشتركوا بالقناة، تعملوا لايك للفيديو، تابعوني على حساب الفيسبوك، على حساب التيك توك ليصلكم كل وصفاتي. من بعد ما طفيت تحتها بضيف نص كوب من الجوز. طبعا فيكم تضيفوا أي نوع من المكسرات. بحركهم مع بعضهم. ما شاء الله ريحتهم بشهي. بحطهم على الجنب. هلا بعد ما مرق 40 دقيقة بنضيفها بشيجات كبير، بنعجنهم. رح أضيف 300 جرام من صدر دجاج. طبعا الصدر هون عندي منعمته أنا على الماكينة. رح أضيف بصلة وحدة مع ميتها وبعجنه، طبعا بدون أي إضافة مي. بالنسبة لإضافة صدر الدجاج للعجين بيعطيها تماسك للعجين، بيعطيها لون حلو، ما بيعطيها ريحة لا زنخة ولا شي. بنصحكم تجربوا هاي الطريقة. ضل أعجنهم لمدة 5 6 دقايق لتتماسك معي العجين وتصير جاهز. ما شاء الله شايفين هالتماسك العجين. هلأ خلصت عجنهم. هلأ منبهرهم. عنا هون ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة من فلفل أسود، بالإضافة لربع ملعقة كمون، نص ملعقة من بابريكا. نرجع بنعجنهم لمدة دقيقتين. هلأ صاروا عنا جاهزين. قسمته لقسمين. هلأ منمدها، حطيت تحتها ورق الزبدة